لو لقيت أوضة 207 مفتوحة ما تدخلش. اللي حصل لآخر واحد دخلها مرعب. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك، ويلا نبدأ الحكاية. في فندق قديم في وسط البلد، في أوضة رقمها 207 ممنوع حد يحجزها ومش موجودة على الموقع، بس لو طلبتها بنفسك في الاستقبال ممكن يدوك المفتاح بس من غير ما يشرحوا حاجة. سمع عن أوضة 207 وقرر يحجزها ليلة واحدة بس، وفعلا دخل الأوضة. شكلها عادي، سرير ودولاب وشباك بيطل على الساحة الخلفية، بس الساعة 2 بعد نص الليل صحى على صوت خطوات بتمشي جوه الأوضة. فتح النور، مفيش حد. بص في المراية لقى واحد واقف وراه، بس لما لف مفيش حد خالص. بص تاني، المراية فاضية. قرر يخرج بس الباب مش بيفتح، كأن المقبض مش مربوط بالباب أصلا. فتح الكاميرا عشان يصور اللي بيحصله، ولما رجع يبص على التسجيل لقى نفسه نايم على السرير، وهو نفسه واقف فوق راسه وبيبص للكاميرا وبيبتسم. تاني يوم عامل النظافة لقى الباب مفتوح والأوضة فاضية، مفيش أي أثر لعلي، بس على المخدة كان في ورقة مكتوب فيها محدش بيخرج من 207 إلا لما يلاقي حد غيره يبدل مكانه.